بص يا غالي، مين فينا مش نفسه يكون غني ومرتاح ماديا؟ اكيد كلنا نفسنا نكون مرتاحين ماديا وتكون الاشياء معدن وزي الفل. طيب حلو قوي الكلام ده. عشان كده انا جاي النهارده احط لك ايدي على اهم 5 افكار ملاعين ممكن تكون انت مؤمن ومقتنع بشويه منهم او كلهم، مين عارف، الله اعلم. والافكار دي على قد ما هي بسيطه بس فعلا بتخليك مش قادر تاخد خطوه لقدام. طيب ايه هي الافكار دي؟ تعالوا كده نعرفهم واحده واحده ونروح لاول فكره، وهي ان الغنى ده شيء مستحيل. بص، انك تكون غني ومرتاح ماديا ده شيء صعب ومتعب ومرهق بس مش مستحيل. هتقول لي وايه الفرق؟ هقول لك ان لو حضرتك مقتنع بصعوبة النجاح فهتشوف هو محتاج منك ايه من وقت ومجهود وهتبذله، اما لو مقتنع انه مستحيل فمش هتفكر حتى انك تتحرك من مكانك. تاني فكرة، وهي ان الغنى ده حرام. لا يا حبيبي، فكك من شغل الافلام والمسلسلات ده اللي اقنعتنا ان الواحد عشان يكون مرتاح ماديا لازم يمشي في طريق شمال وفي النهاية تكون كل فلوسه حرام. والله الحلال طرقه كتير وكتير قوي كمان، بس كل واحد بدماغه وتفكيره بيختار الطريق اللي بيمشي فيه. نروح لتالت فكرة، وهي ان حبك للفلوس وسعيك انك تكون غني ده بيتعارض مع الدين. يعني في اشخاص معينين تيجي تتكلم معاهم عن الفلوس وان ازاي الواحد لازم ياخد خطوات لقدام في حياته، تلاقيه يرد عليك ويقول لك ويحبون المال حبا جما. بص اهدى كده وفكر شويه مع نفسك، وانت هتلاقي ان الدين بيحسين على السعي وكسب الرزق، وانك تكون معاك فلوس ومرتاح ماديا فده على الاقل هيخليك قادر انك تساعد الاقربون وغيرهم. نروح للفكره الرابعه، وهي انك تكون شخص بيتقبل فكره الديون. وبالمناسبه الاقساط هي اشهر شكل للديون، وده الفخ اللي اغلب الشركات عايزينك تقع فيه، وهي انك على طول بتشتري منتجاتهم وهي مش متناسبه مع مستواك المادي، فيسهلوا لك الدنيا فتروح تشتري دلوقتي وتدفع بعدين، فتلاقي الدنيا ماشيه معاك قسط هنا وقسط هنا وقسط هناك، واخر الشهر بيتاخد منك مبلغ محترم للاقساط. فقول لي بقى انت مع الضغط بتاع الديون ده هتقدر ازاي تفكر في مستقبلك عشان تيجي تقول لي انا عاوز استثمر وابقى غني؟ فركز كده بقى، الله يبارك لك، عشان تعرف تعيش حياتك مرتاح. نروح للفكره الخامسه، وهي انك تكون مقتنع بمقوله اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. بص يا غالي، هو مش عفريت عشان نصرفه وعايزين نحضر غيره. بمعنى تلاقي واحد مسرف مع ان دخله اصلا منخفض ويقول لك يا جدع خلينا ننبسط. ماشي انبسط بس بعقل. فكر كده شويه، لو حصلت لك ظروف او اي مشاكل صحيه هتتعامل ازاي وهتقدر تعيش ازاي؟ فلازم تعمل حساب بعدين، لان بعدين ده ولا انا ولا انت ولا غيرنا يعرف هو فيه ايه. فخليك مقتنع احسن بمقوله القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. طيب حد هيجي يقول لي حلو قوي كلامك ده، وانا كمواطن بسيط فكرت فيه وحاولت احسن الدنيا شويه بس مش عايز تظبط معايا. هقول لك سهله، كله عنده مشاكل ماديه واولهم مشكله المرتب. فلو عايز حلول فعلا كويسه روح شوف الفيديو ده. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، واستنى فيديوهات جايه هتنفعك عشان تحسن من وضعك المادي. سلام.